السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ أتمنى تكونوا بخير. معاكم إسلام زايد، والنهاردة هيكون معانا تجربة جميلة عملناها في راس سدر. المكان اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة هو اسمه رويال بيتش ريزورت، يعتبر من أجمل الفنادق الموجودة هنا في منطقة راس سدر. طبعا احنا النهاردة بإذن الله وإن شاء الله كده هنشوف المميزات الكتيرة الموجودة في الفندق. هنشوف المطعم وهنشوف حمام السباحة والأكوا والبحر والشاطئ وكل المميزات الموجودة، بالإضافة كده إن الخدمات الموجودة هنا في الفندق كتيرة جدا. كل ده هنعرفه النهارده في الفيديو، اتمنى باذن الله ان شاء الله كده يعجبكم. ما تنسوش ان انتوا تتابعوا عروض الرحلات بتاعتي سواء كانت على صفحه الفيس او على تيك توك او على قناه اليوتيوب باسم اسلام زايد ترافل. ولو حابين تستفسروا على اي حاجه ممكن تكتبوا لي في الكومنتات. وشكرا جدا ليكم مره تانيه. يلا بينا هنعمل جولة بقى دلوقتي في الفندق، هنشوف كل حاجة زي ما قلت لكم. دلوقتي احنا اول حاجة هنشوف الريسبشن، المكان بتاع الريسبشن. تمام. وبعد كده جنب الريسبشن على طول هيكون المطعم. ودي نقطة كنت حابة أقول لكم بالنسبة للمواعيد بتاعتها. أولا هو بالنسبة للمطعم المواعيد بتاعته بالنسبة للفطار بيكون من الساعة 9 لحد الساعة 11، وبالنسبة لمواعيد العشاء بيكون من الساعة 8 لحد الساعة 10. زي ما انتم شايفين ده المكان اللي احنا بتاع المطعم اللي احنا المفروض اللي احنا بنقعد فيه لما بناخد الاكل بتاعنا. وهوريكم دلوقتي المكان اللي احنا بناخد منه الاكل، علشان طبيعه الاقامه في الفندق بتكون اوبن بوفيه سواء كانت بالفطار او العشاء. المكان زي ما انتم شايفينه المكان جميل. طبعا هو مش مشغلين اي انوار. زي ما انتم شايفين كله الفيو كله على الحدائق الموجوده في الفندق. زي ما انتم شايفين حتى ان هم كمان موفرين كراسي بالنسبه للاطفال اللي هم اقل من 5 سنين زي ما انتم شايفين. وبرضه في ديسبنسر اللي هو بتاع الميه، علشان برضه كان في حد كان من الجست كان سألني ان هو بيكون بالنسبه للمشروبات بالنسبه للفطار والعشاء ايه نظام. تمام. احنا كده خلصنا النقطه اللي هي بتاعه القعده اللي هي بتاعه المطعم، ودلوقتي هوريكم بقى المكان اللي احنا بناخد منه الاكل بتاعنا. المفروض في فتره الفطار او العشاء زي ما قلت لكم بيكون اوبن بوفيه، فالمفروض الاكل بتاعنا بيكون متجهز في الاماكن دي. وبعد كده احنا بناخد الطلب بتاعنا او الطبق بتاعنا وبنقعد على الترابيزات اللي احنا شفناها في وقت الفطار. تمام. بحيث يكون برضو انتوا عارفين الدنيا ماشيه ازاي. وبرضو في نفس الوقت كمان بالنسبه للاستقبال او الريسبشن في اكتر من 4 قعدات. في القعده اللي انا قلت لكم عليها اللي هي بتاعه المطعم. تمام. وبعد كده في هنا قعدتين جنب الريسبشن برضو موجوده، والتويلت اللي انا قلت لكم عليه ده برضو موجود جنب مكتب الاستقبال. في نقطة برضه كنت حابب أكد معاكم فيها، إن هو بالنسبة للفندق ده من أكتر المميزات المشهور بيها وممكن ما تكونش متوفرة في أماكن تانية. أولا هو مسموح بدخول الحيوانات الأليفة، بس اشترط إن هو لازم تكون حيوانات خفيفة، يعني مثلا قطة كلب بسيط. لكن بالنسبة للأحجام الكبيرة بالنسبة للحيوانات الأليفة ده ممنوع بالنسبة للفندق. ودي نقطة كان في بعض العملاء كان سألوني يعني الفندق بيقبل حيوانات ولا لأ، فدي برضو حبيت ان انا اقول لكم عليها. ودي تعتبر بالنسبة للناس بتكون مميزة جدا، خاصة هم معاهم اي حيوان وعايزين يجوا بيه الفندق. دي نقطة. النقطة التانية برضو من الخدمات الموجودة هنا في الفندق في برضو متاح سينما، وبيعملوا على شاشة كبيرة وبيعملوا عليها عروض بالليل، وطبعا دي حاجة كويسة. ومن برضو المعلومات اللي انا خدتها بالنسبة للفندق ان هو هيكون في فريق بالنسبة للحفلات والعروض، هتكون بنظام الفندق بنظام يوم ويوم لا، بحيث بمعدل ان اي حد هيكون جست جست هيكون موجود في الفندق باذن الله وان شاء الله كده على الاقل هيكون في الفترة اللي هيقعد فيها مرة أو مرتين هكون شايف الشو اللي هيحصل فيه الحفلات الموجودة هناك. وبالنسبة لموضوع السينما دي أغلب الوقت هتكون موجودة طول اليوم. ده غير كده ان هم برضو عاملين النافوره زي ما احنا شفنا من شويه، ودي قاعده برضو زي القهوه اسمها قهوه افندينا جوه الفندق، بيكون ليها اسعار خاصه بعيد عن الاقامه. لو انت حبيت ان انت تقعد مثلا بالليل وتحس الجو اللي هو القهوه والكافي انت واصحابك او مثلا انت والاسره عايزين تقعدوا في مكان تحت، برضو المكان ده هيكون مناسب جدا. بعد ما خلصنا الريسبشن وخلصنا النقطه اللي هي بتاعه النافوره وشفنا القهوه افندينا اللي موجوده في الفندق، المفروض دلوقتي هنطلع على اهم نقطه اللي هي بتاعه حمام السباحه. حمام السباحه الموجود في الفندق بصراحه هو حمام سباحه كبير، العمق بتاعه بيوصل حوالي 170 سم، ده بالنسبه للحمام الكبير. وفي حمام خاص برضو للاطفال، وفي نفس الوقت زي ما انتم شايفين في برضو كافيتيريا على حمام السباحه، بحيث لو انت حبيت تشرب عصير حبيت تشرب اي مشروبات وانت في البول برضو موجوده. الحمام السباحه كبير جدا زي ما انتم شايفين، بالنسبه للميني اكوا الموجوده هناك بتكون شغاله على طول. فطبعا دي نقطه برضو بتفرق مع ناس كتير بالنسبه للحمام السباحه. حمام السباحه زي ما انتم شايفين هو بيكون داير ما يدور كله مرتبط ببعض ما عدا الحمام الخاص بالاطفال. وبرضو في مكان للشاور اللي احنا ممكن بعد ما نخلص حمام السباحه اللي احنا بناخد دش فيه. دي برضو التعليمات اللي هم شايفين زي ما انتم شايفين كده بالنسبه لحمام السباحه، المواعيد بتاعتها ايه الحاجات المسموحه والحاجات لا. وبعد كده هنطلع بقى على اهم نقطه اللي هي نقطه الشط.
نقطة الشط، انا لما رحت هناك بصراحة عجبني الشط جدا. اولا هو شط كبير، ثانيا الشط بتاعه رملي، بس في جميع الاحوال، ودي نقطة كنت حابب اكدها مع الناس كلها، ان هو لازم يكون معاك جزمة البحر حتى لو كان الشط بتاعك رملي. بس دي بقت في ظل الظروف اللي احنا فيها، وفي ظل موضوع المد والجزر اللي بيأثر فيه فنادق كتير، بيكون نوع من انواع الامان ليك انت شخصيا. في برضو مكان هناك من اكتر الخدمات برضو في الفندق، ان في برضو موضوع تأجير الفوط اللي هي الخاصة بالفندق، بس انت بتسلمه الكارت اللي هو تبع الفندق، وهو بيديك فوطة، وبعد في اخر اليوم لما بتسلمه الفوطة بتاخد الكارت تاني. طبعا نقطة الكارت دي مهمة جدا، علشان وانت بتعمل التشيك اوت المفروض موظف الاستقبال بياخد منك الكروت بتاعة الفوط، وبعد كده حضرتك بتعمل الاجراءات بتاعة التشيك اوت. ما تنسوش لو انتوا حبيتوا تسألوا على اي حاجة بخصوص عروض الإقامة أو رحلات الديوز سواء كانت للأفراد أو المجموعات، كله هيتم تنسيقه في الشركة بتاعتي، شركة إسلام زايد ترافل للسياحة. وأتمنى بإذن الله كده تكون كل العروض اللي أنا بنزلها تعجبكم. أسيبكم دلوقتي تستمتعوا بالفيديو، وشكرا جدا ليكم مرة تانية.